السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من زمان قوي ما صورتش معاكم. قلت بقى اخدكم كده جولة معايا في شقة عروستنا بعد ما فرشتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخدكم كده بقى وتقولوا لي رأيكم فيها. زي ما انتوا شايفين كده في دخلة باب الشقة عملت لها كده تل بسيط كده على باب الشقة. هنا بقى دي الصالة معانا فيها ركنة كده وكمان الترابيزة. الصالة دي مفتوح فيها باب الصالون وباب أوضة الأطفال والأوضة الكبيرة وكمان الطرقة اللي فيها المطبخ والحمام. هنبدأ بقى كده أول حاجة بالصالون. ما شاء الله الشقة كلها متناسقة كده وألوانها جميلة جدا، إن كان في جبس أو عفش أو برائع. بجد ما شاء الله ربنا يبارك لها. وحابة أقول لكم كده في الأول، حابة أبارك لها وأقول لها ألف ألف مبروك ليكي يا سامية. وحابة أشكر كل اللي كانوا معايا من مامتها او اختها او عمتها، وكمان حابة اشكر كل اهل العريس. ربنا يبارك فيهم كلهم ناس محترمين. هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين ده الصالون. محطوط بقى مع الصالون لان الاوضة ما شاء الله كبيرة، فحطوا معاها النيش بالشكل ده وكمان حطوا الفريزر. طبعا ناس كتير بقى بتقعد تعترض ان الفريزر مع الصالون او النيش، بس هي بقى ظروفها ان مطبخها صغير فاضطروا يحطوا الفريزر في الأوضة. زي ما انتوا شايفين النيش بتاعها كده 4 ضلف ما شاء الله جميل. حطينا بقى كل حاجة كده فيه، حاجات بسيطة كده فردناها بأشكال متناسقة كده مع بعضها. ما حبيتش اكركب كده الارفف، يعني فردت الحاجة على قد ما اقدر، لان كل ما تكون مفرودة الحاجة بتظهر معانا كده. يعني بجد انا مستنية رأيكم، ولو في اي حاجة مثلا اي تعليق في فرشي او في اي حاجة تقدروا تقولولي، طبعا انا هقبل منكم اي حاجة. يعني طبعا في ناس بتحب اللي هو النيش الكبير ده، وفي ناس تقول لا النيش اللي هو الضلفتين. على حسب كل عروسة من التانية. يعني تقول لي لو شفت الفرش اللي انا فرشته قبل كده كان فيه اللي هو النيشين، وبرضو اللي هو النيش الكبير حسب عروسة والتانية. واللي ما شافش برضو كل شوية اللي انا فرشتها قبل كده هحطها لكم في صندوق الوصف للي حابب يشوفها. هي حاجتها ما شاء الله الله اكبر، كانت حاجات رقيقة جدا وكلها اذواق هادية كده وبسيطة. كده بقى دي معانا كده غرفة الصالون. بجد ربنا يفرحها ويسعد قلبها يا رب ويتمم لها بخير. حاجتها كانت ممتازة كده وهادية ورقيقة. هنا بقى كده هنطلع من أوضة الصالون وندخل أوضة الأطفال. زي ما انتوا شايفين كده الأوضة هادية وبسيطة. هي اوضها مش كبيرة قوي، بس برضو ما شاء الله الحاجة باينة فيها وجميلة جدا، ان كان الواناتها للدهان او الجبس والكلام ده. ما شاء الله حاجات ماشية مع بعضها. هنا بقى على السراير كان في المفارش الستان اللي هي بيبقى فيها الشغل زي التطريز ده، فمرضتش اكتر على السرير طبعا. يعني لا حطيت ورد ولا ستان ولا اي حاجة، يدوبك استكفيت بفوطين كده عملتهم على شكل بجعة مش اكتر. هنا كمان ده البرقع بتاعها ماشي مع السجاد وكمان لون الحائط. جيت بقى في الدولاب الصغير، زي ما انتوا عارفين دايما بنلم فيه جميع المفروشات بتوع اوضة الاطفال، وكمان بنلم فيه الفوط كلها. لان الدولاب يعني معروف ان اي عروسة في الاول مش بتستغل الدولاب الصغير غير لما يبقى لها مولود وكده، وفي نفس الوقت مش بتستغله إلا لما يبدأ يكبر. فبنلم الفرش بقى كده كله، البطاطين والملايات وكمان الفوط. حطت لها في الضلفة التانية برضو الكوفرتات. هنا كده في كوفرتين اللي هي البامبا دولت بتوع اطفال، وكمان اللي في النص هما اتنين مع بعض بس عملتهم لفة واحدة. وهنا كمان اللي الحفا الحراري بتاعة السرير الاطفال وكمان السرير الكبير والمفارش القطيفة بتاعتها. ما شاء الله الوانها كانت جميلة ومتناسقة، وكان كلها اختيار العروسة. كده بقى خلاص طلعنا للصالة تاني زي ما انتوا شايفين.
هنخش بقى للفتحتين التانيين هيبقى فيهم المطبخ وكمان اوضة النوم. هنبدأ اول حاجة بالمطبخ. حبيت اوريلكم باب الشقة تاني، ده كده التول اللي انا مزينه لها بيه باب الشقة. هندخل بقى دلوقتي كده على المطبخ. دي كده الطرقة اللي بتدخل للمطبخ. هنا كده ده الحمام، ده باب الالموتيل بتاع الحمام، وكمان ده المطبخ. زي ما انتوا شايفين المطبخ مش كبير قوي ان يتحط فيه التلاجة والفريزر، علشان اللي يرجع يقول التلاجة او الفريزر محطوطين في الاوض، فده طبعا غصبا عنها. لان المطبخ مش كبير زي ما انتوا شايفين كده. حتى برضو البوتاجاز كان يعني نفسنا نحطه في الوش كده جنب قطعة الالمونتال، بس ما جاش بسبب الغاز. برضو وصلة الغاز هي اللي خلته ما اتحطش. ده كان كده بوتاجازها. وعلى قد ما قدرت بقى ان انا برضو ما كترش على الرخامة. كل الحاجات الكهربائية عينتها في قلب ضلفة علشان ما تكركبلهاش الرخامة زي ما انتوا شايفين، لان برضو لما بتكون متكركبة في مطبخ مش كبير هيبهدلها بعد كده. حطت لها هنا بقى الكاسات والحاجات اللي هي تستخدمها تحت ايدها. وهنا لميت كل الحاجات الكهربائية في ضلفة واحدة. دايما بحب اعمل للعروسة كل الحاجات الكهربائية في رف واحد علشان تبقى تحت ايدها، ما مبقاش كل حاجة في جنب. هنا بقى طقم الجرانيت برضو حطيته في رف كده بالشكل ده. وجيت الطقم التيفال وكمان الجريل والمقالي، لان المطبخ زي ما انتوا شايفين حطيناه لها كده على خشب، حطيته لها على المطبخ من فوق وعملت لها فيونكات. وبعد الفرح بقى لان في الاول مبقاش استخدام في كده في المطبخ يرجعوا يعينوا لها. ده كده الطقم الستانلس ما شاء الله حاجتها كانت جميله جدا. وكمان كان في طقم اللي هو الالومنيا اللي هو الشاورمات. حاطه كل حلتين في بعض، لان طبعا الرف مش كبير فاضطريت احط كل حلتين في بعض. دي بقى كده التقفيله. يعني حاولت بقدر الامكان ان ما اسيبش البلاستيك والحاجات دي ظاهر كده في المطبخ بره، ودرتولها كده تحت الحوض بجد بطريقه متناسقه برضك علشان ما ترجعش بعد الفرح تتبهدل في ان هي تعين الحاجات دي وكده. هنا بقى كده المطبقيه بتاعتها هي كانت جايبه طقم استانلس من اللي هو الكبير اللي هو اللي هو مش القطاعي اللي هو بيجي كبير على بعضه ده طقم. وكانت حابين ان هم يحطوه في المطبقيه مع كوبايات وحاجات من دي، فنظمت لها الحاجات كده بشكل متناسق على قد ما اقدر. ومرضتش ان انا اكركب لها المطبخ علشان ما تتبهدلش فيه بعد كده. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا تعليق حلو كده زيكم، وكمان تشتركوا في القناة علشان لما انزل اي حاجة توصل لكم اول باول. كده بقى هنا دي اوضة النوم الكبيرة ما شاء الله. الجبس بتاعها والبراءة حاجات جميلة الله اكبر. هو اللي كان الاختلاف معايا يعني اللي هو اللون المفرش، بس هي العروسة كانت حابة اللون ده. وهو ما شاء الله حتى بعد ما تفرش طلع مش وحش جدا، يعني مش وحش خالص، بالعكس ماشي جميل وكان ماشي مع الغرفة. هنا كده حاجتها كلها هادية ومتناسقة بالشكل ده. ما كترناش برضك على السراحة والحاجة كده هادية. هنا بقى برضك التلاجة الحاجات دي، لان الاوض كانت اكبر من المطبخ وكده فهم اضطروا يحطوا الحاجات دي في قلب الاوضة. ما شاء الله ربنا يبارك لها ويفرحها ويفرح كل عروسة يا رب ويسعد كل الناس.